بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر عمرو حسين. إن شاء الله النهاردة هنبدأ أول درس من دروس الفصل الدراسي الأول من مادة العلوم، وهناخد أول درس من دروس الوحدة الأولى اللي هي وحدة مين؟ وحدة الطاقة. طيب يا ترى ما هي الطاقة؟ الطاقة هي القدرة على بذل شغل أو إحداث إيه؟ أو إحداث تغيير. طيب الطاقة موجودة فين يا ولاد؟ الطاقة حولك في كل مكان، حتى داخل مين؟ حتى داخل جسمك. طيب بدون الطاقة لا تستطيع أداء أي عمل فين؟ في حياتك. طيب للطاقة صور متعددة، منها مين؟ الطاقة الضوئية، والطاقة الحرارية، والطاقة المغناطيسية، والطاقة الكهربائية، وطاقة الوضع، وطاقة الحركة. طيب يمكن تحويل الطاقة من صورة إلى إيه؟ من صورة إلى أخرى. طب إزاي يا مستر؟ أنت عندك مثلا الطاقة الكهربائية. أنت عندك المروحة بتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة مين؟ إلى طاقة حركية، صح كده؟ طيب وعندك إيه تاني؟ عندك برضو طواحين الهواء بتحول الطاقة الحركية إلى طاقة مين؟ إلى طاقة كهربائية. وعندك صور كتير من صور الطاقة بتتحول من صورة إيه؟ إلى صورة إلى أخرى. وبعض صور الطاقة لا يمكن رؤيتها، والبعض الآخر يمكن إيه؟ رؤيته، مثل مين؟ مثل الطاقة الضوئية. وطبعا دي كده إيه؟ مدخل الدرس الإيه؟ الأولاني، اللي هو مين الدرس الأول؟ اللي هو الضوء. طيب يا ترى ما هو تعريف الضوء؟ الضوء هو صورة من صور الطاقة يؤثر على حاسة الإبصار، ويسمى بالإيه؟ بالطيف المرئي، وينتقل خلال الفراغ والأوساط المادية. يبقى إيه هو الضوء يا جماعة؟ السؤال ده مهم جدا، بيجي في الامتحان. يقول لك مثلا عرف الضوء. الضوء هو صورة من صور الطاقة يؤثر على حاسة الإبصار، ويسمى بالإيه؟ بالطيف المرئي، وينتقل خلال الفراغ والأوساط المادية. الفراغ اللي هو مين؟ اللي هو الهواء. والأوساط المادية زي مين مثلا؟ زي الهواء والماء. تمام كده؟ طيب وبرضه ساعات بيجي في الامتحان ويقول لك ايه؟ اذكر المصطلح العلمي. صورة من صور الطاقة يؤثر على حاسة الإبصار، اللي هو مين؟ اللي هو الضوء. ويقول لك برضه ما هو الطيف المرئي؟ اللي هو برضه مين؟ اللي هو الضوء. طيب كيف ينتقل الضوء؟ الضوء يسير في خطوط مستقيمة. طيب عايزين نعرف نشاط عشان يثبت ان الضوء يسير في خطوط مين؟ مستقيمة. اول حاجة بيقول لك كده: تعاون مع زملائك لإجراء هذا ايه؟ النشاط. الادوات: عدد 3 حوائل او 3 حواجز منين؟ من الكرتون او الخشب. بعد كده بقول لك بكل حائل ثقب صغير في منتصفه. وبعد كده احضر ايه؟ احضر شمعة، اللي هي مصدر مين؟ اللي هي مصدر للضوء. طب الخطوات بتاعتنا: اول حاجة في الخطوات، ضع الحوائل الثلاثة على استقامة واحدة. يعني ده الحائل الاول، وده الحائل الثاني، وده الحائل الثالث. ضعهم على استقامة ايه؟ على استقامة واحدة امام الشمعة المضيئة. بعد كده انظر الى ضوء الشمعة خلال الثقوب الثلاثة. تمام كده؟ وبعد كده ضبط وضع الحوائل بتحريكها يمينا وايه؟ ويسارا، بحيث يكونوا التلاتة على استقامة وايه؟ واحدة، ويكون التلات ثقوب ايه؟ على استقامة واحدة، بحيث لما انت تنظر من ايه؟ من الثقب الاولاني هتشوف الشمعة من الثقب مين؟ من الثقب التالت. طيب ايه الاستنتاج من التجربة دي يا جماعة بقى؟ يمكن رؤية ضوء الشمعة عندما تكون الثقوب الثلاثة على استقامة ايه؟ على استقامة واحدة. طيب لو في حائل من ده يمين او شمال، اللي مثلا اللي في النص يمين او شمال، مش هتشوف مين؟ مش هتشوف ضوء الشمعة. علشان خاطر ايه؟ الضوء يسير في خطوط مستقيمة. يبقى كده اثبت لك ان الضوء يسير في خطوط ايه؟ خطوط مستقيمة. طيب تكون الصور باستخدام الثقوب الضيقة. عندنا برضو نشاط. اول حاجة بيقول لك ايه؟ الادوات بتاعتنا: صندوق كرتون. تاني حاجة شمعة اللي هي مصدر ضوئي. تالت حاجة قطع من ورق الكلك، اللي هو مين؟ الورق الشفاف بتاع الخرائط اللي بنرسم بالخرائط. الخطوات بتاعتنا نعمل ايه يا جماعة؟ أول خطوة يقول لك احرص على إجراء هذه التجربة في مكان ايه؟ في مكان مظلم. أول حاجة انزع إحدى جوانب الصندوق. هنيجي بالصندوق بتاعنا كده، لو أنت عندك كرتونة مثلا، هنشيل ايه؟ جانب من جوانب مين؟ الصندوق. تمام كده؟ وهنلزق مكانه ايه؟ ورق الكلك، اللي هو الورق النصف الشفاف.
وهنيجي عند الجانب الاخر من الصندوق الناحيه التانيه هنعمل ايه؟ هنعمل ثقب ايه؟ صغير. تمام كده؟ طيب بعد كده بيقول لك ضع الشمعة المضيئة امام الثقب وعلى مسافة ايه منه، وانظر الى ورق الكلك. تمام. بعد كده حرك الشمعة للامام مرة وللخلف مرة حتى تظهر صورة ايه؟ صورة لهب الشمعة واضحة ومحددة على ورق مين؟ على ورق الكلك. طيب ايه الاستنتاج بتاعنا بقى؟ بيقول لك كده تكون صورة لهب الشمعة مقلوبة ايه؟ مقلوبة مصغرة. طب ليه بقت مقلوبة مصغرة؟ نتيجة مرور الضوء خلال الثقوب الضيقة. تمام كده؟ مما يدل على ان الضوء يسير في خطوط ايه؟ خطوط مستقيمة. ودي يا جماعة فكرة عمل مين؟ فكرة عمل الكاميرا. نفس الفكرة دي بالظبط. الكاميرا بتعمل ايه؟ بتصور الصورة اللي انت ايه بتشوفها، اللي هو الصورة الفوتوغرافية. طيب كيف يتكون الظل؟ برضو عندنا نشاط. النشاط بيقول ضع يدك بين مصدر للضوء والحائط. هتجيب كده ايه؟ مصدر ضوء، وعندك ايدك، وعندك مين؟ وعندك الحائط. الملاحظة بتاعتنا تتكون صورة أخرى لليد على مين؟ على الحائط، اللي هو مين ده يا جماعة؟ اللي هو الظل. طيب تتغير مساحة الظل أو مساحة ظل اليد فين؟ ومكانه بتغيير وضع الجسم بالنسبة لمصدر مين؟ لمصدر الضوء. يعني لو أنت إيدك قريبة منين؟ من مصدر الضوء، هتلاقي الخيال بتاعها إيدك ماله؟ خيال كبير وواسع. طيب لو أنت بعدت إيدك عن مصدر الضوء، هتلاقي الخيال مين إيه بيحصل له إيه؟ الظل بتاعك بيحصل له إيه؟ بيقل وبيصغر. تمام كده؟ طيب الاستنتاج بتاعنا نستنتج من هذه التجربة أن الضوء يسير في خطوط مستقيمة. طبعا طالما الضوء بيمر في خطوط مستقيمة كده، فلا جزء هنا إيه؟ لا جزء معتم، أو لا اليد معتمة، فإيه تكون خلاله مين أو خلفه اللي هو مين؟ الخيال بتاعنا أو مين؟ أو الظل. طيب نستنتج بقى الاستنتاج العام بتاعنا من الثلاث تجارب دولت إيه؟ نستنتج من التجارب السابقة أن تكون الصور من خلال الثقوب الايه الضيقه، وتكون الظل يحدث بسبب مين؟ بسبب ان الضوء يسير في خطوط مستقيمه. في معلومات مهمه جدا لازم تعرفها، وبتيجي برضو فين؟ في الاسئله. اول حاجه الشمس هي ايه؟ هي المصدر الرئيسي للضوء على سطح الارض. طيب تاني حاجه ضوء القمر هو انعكاس لضوء مين؟ الشمس. خدناه في سنه رابعه، قلنا ايه؟ خدناه في سنه رابعه اللي هو عباره عن ايه؟ يقول لك القمر يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. تالت حاجه بيقول لك العالم العربي اللي هو مين؟ الحسن ابن الهيثم. احفظ الاسم ده كويس. العالم العربي الحسن ابن الهيثم هو اول من فسر نظريه مين؟ نظريه الرؤيه. لما يجي كده اقول لك ايه؟ من هو العالم الذي فسر نظريه الرؤيه؟ او اول من فسر نظريه الرؤيه مين؟ الحسن ابن الهيثم. رابع حاجة بيقول لك نرى الأشياء نتيجة مين؟ لسقوط الضوء عليها ثم انعكاسها إلى مين؟ إلى العين. نفرض برضو عندك كده دي مثلا إيه؟ العين بتاعتك أهي. تمام؟ وعندك هنا مصدر مين؟ المصدر التيار هي اللمبة بتاعتك، وعندك هنا مثلا إيه؟ أي شيء مثلا موجود قدامك. طبعا الضوء بيجي على مين؟ بيجي على الجسم اللي هو إيه؟ اللي أنت بتشوفه، وبعد كده ينعكس إلى مين؟ إلى العين، فيسبب الرؤية. علشان كده لما بتخش أوضة ضلمة ما بتشوفش فيها حاجة. ليه؟ لأن الضوء ما انعكسش عليها وجي فين؟ وجي في عينك. طيب خامس حاجة فكرة عمل الكاميرا بنيت على تكون إيه؟ صور للأجسام من خلال الثقوب الضيقة. والظل هو المساحة، طبعا ده تعريف بيجي برضو إيه؟ يقول لك عرف الظل. إيه هو الظل؟ هو المساحة المظلمة التي تتكون عندما يسقط الضوء على جسم إيه؟ جسم معتم. طيب آخر حاجة في الدرس كده، أو الجزء الأول من الدرس، يقول لك الأجسام الشفافة والأجسام مين؟ المعتمة. رؤية الأجسام خلال المواد المختلفة. عندنا نشاط. أول حاجة احضر صورة فوتوغرافية وضع لوح زجاجي فوق الصورة ولاحظ هل تستطيع رؤية الصورة بوضوح. تاني حاجة استبدل اللوح الزجاجي بمنديل ورق مرة وبورق الكرتون مرة إيه؟ أخرى. الملاحظة بتاعتنا هتلاقي إيه؟ يقول لك كده عند وضع اللوح الزجاجي تستطيع رؤية الصورة بوضوح. ليه؟ علشان الزجاج دوت اسمه مادة ايه يا جماعة؟ مادة شفافة، بتشوف الايه؟ الاشياء الايه؟ اللي خلفه بوضوح. طيب تاني حاجة عند وضع منديل الورق ترى الصورة اقل ايه؟ اقل وضوحا. ليه يا جماعة؟ عشان المنديل دوت اللي هو المنديل الورقي دوت يسمى مادة ايه؟
نصف شفافة، يبقى بتشوف الأشياء خلفها إيه؟ بوضوح أقل من المادة الشفافة. طيب تالت حاجة، عند وضع ورق الكرتون لن تستطيع أن ترى الصورة، لأن الكرتون يسمى مادة إيه؟ مادة معتمة. طيب الاستنتاج بتاعنا، نستنتج من هذه التجربة أنه يمكن تقسيم المواد إلى كام؟ إلى 3 أقسام. أول حاجة مادة إيه؟ مادة شفافة. إيه هي المادة الشفافة؟ هي المادة التي يمكن رؤية الأجسام خلفها بوضوح. زي مين؟ زي الزجاج، وزي البلاستيك الشفاف، والماء، وورق مين؟ ورق السلفان. طيب تاني حاجة عندي بقى اللي هو المادة نصف مين؟ المادة نصف الشفافة. ايه تعريفها دي؟ بتيجي بقى على طول برضو في الأسئلة. هي المادة التي يمكن رؤية الأشياء خلفها بوضوح أقل منين؟ من المادة الشفافة. زي مين يا جماعة؟ زي الزجاج المصنفر، ورق الكلك، والمناديل مين؟ المناديل الورقية. تالت حاجة معانا اللي هو المادة المعتمة. ايه هي المادة المعتمة؟ هي المادة التي لا تسمح بمرور الضوء خلالها، ما بتسمحش بمرور الضوء من خلالها، ولا يمكن رؤية الأشياء من خلالها. زي مين؟ الخشب، والمعادن، والجلود، وورق الكرتون. تمام كده؟ طيب ملخص الدرس الأول ده يا جماعة إيه؟ أو ملخص نص الدرس الأول اللي هو الجزء الأول. عندك الضوء هو صورة من صور الطاقة يؤثر على حاسة الإبصار، ويسمى بالإيه؟ بالطيف المرئي. الحاجات دي حفظ طبعا. وينتقل الضوء خلال الأوساط مين؟ المادية الشفافة. وينتقل الضوء في خطوط مين؟ مستقيمة، عرفناها من خلال التجارب. والظل إيه هو تعريف الظل؟ هو المساحة المظلمة التي تتكون خلف الجسم المعتم عندما يسقط عليه إيه؟ الضوء. طبعا ده برضو حفظ. والشمس هي إيه؟ هي المصدر الرئيسي للضوء على سطح الأرض. وفكرة عمل الكاميرا دي مهمة جدا، يقول لك إيه؟ اذكر فكرة عمل الكاميرا. ايه فكرة عمل الكاميرا؟ هي مبنية على تكون صور للأجسام من خلال مين؟ الثقوب الضيقة، اللي هي تجربة من الصندوق، تمام، وورق الكلب. طيب ويمكن تقسيم المواد إلى إيه؟ إلى 3 أقسام. أول حاجة مواد إيه؟ شفافة، ومواد نصف شفافة، ومواد معتمة. وعرفنا تعريف كل إيه؟ مادة من هذه المواد. يبقى احنا كده وصلنا لنهاية الإيه؟ الجزء الأول من الدرس الأول. يا ريت تحفظوا الملخص دوت، ضروري جدا، اللي هو الضوء والظل والشمس وفكره عمل الكاميرا وايه، وانواع المواد اللي هو الشفافه ونصف شفافه والمواد المعتمه. ان شاء الله نتقابل باذن الله في الجزء الثاني من الدرس الاول. لو انت مش عامل اشتراك للقناه، حاول تعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الدروس الجايه ان شاء الله. واشوفكم على خير في المره القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.